أتعس من لا يملك شيئا من الصبر. لو لم يوجد الألم لما وجد الصبر، ولو لم يوجد الصبر لما وجدت الفضيلة. إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلبا، بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تثق بالنتيجة النهائية. لا تنتظر نتيجة تعبك في وقت قريب، فعليك أن تبذل وتجتهد وتعطي طاقتك جميعها في الشيء الذي تحبه. وبعد كل هذا الصبر الكثير سوف يرزقك الله بفرج كبير. تفاءل بالله وسوف تنال كل خير. فإذا ابتلاك الله بشيء، مرض أو هم أو فقر، فعليك أن تصبر أولا وترضى من كل قلبك بكل شيء قسمه الله لك في هذه الدنيا. فإذا رضيت سوف يرفع الله عنك بلاءك ويرزقك الله سعادة إلى الأبد. اترك الأيام تفعل ما تريده بك، وأنت أفعل بنفسك القضاء الذي كتبه الله لك. تقبل القدر بكل صدر رحب، واصبر على ما رزقك الله به من كرب، واعلم أن بعد العسر يسرا. اصبر على الصبر حتى يحقق الله كل شيء تريده، ولا تقل إن صبري قل ولا أستطيع أن أنتظر أكثر من هذا، فإن الله يرزقك الخير ويفك لك كل هم وكل كرب. اللهم ارزقني الصبر والهداية، وانزل على قلبي السكينة من فراق أي شخص. اللهم ارزقني الخير والبركة في حياتي كلها.